وصواريخنا المصرية العربية عابرة سيناء من طراز ظافر موجودة الآن على قواعده، مستعدة للانطلاق بإشارة واحدة إلى أعماق الأعماق في إسرائيل. كيف خرج الأبطال من هذا الشعب وهذه الأمة في فترة حالكة ساد فيها الظلام ليحملوا مشاعل النور وليضيئوا الطريق حتى تستطيع أمتهم أن تعبر الجسر ما بين اليأس والرجاء. لقد كانت المخاطرة كبيرة وكانت التضحيات عظيمة، ولكن النتائج المحققة لمعركة هذه الساعات الست الأولى من حربنا كانت هائلة. فقد العدو المتغطرس توازنه إلى هذه اللحظة. استعادت الأمة الجريحة شرفها، وكنت واثقا أنه سوف يجيء يوم تظهر فيه الحقيقة لغيري كما كانت ظاهرة لي. وحين تظهر الحقيقة فإن الناس سوف يعرفون وسوف يقدرون. وأحمد الله إن القوات المسلحة المصرية قامت بمعجزة على أي مقياس عسكري. فإن الواجب يقتضينا أن نسجل من هنا وباسم هذا الشعب وباسم هذه الأمة ثقتنا المطلقة في قواتنا المسلحة، ثقتنا في قيادتها التي خططت وثقتنا في ضباطها وجنودها الذين نفذوا بالنار والدم. لكننا بعون الله قادرون بعد الكلمة وبعد التنبيه وبعد التحذير أن نوجه الضربة بعد الضربة، ولسوف نعرف متى وأين وكيف إذا أرادوا التصاعد بما يفعلون. أن هذا الوطن يستطيع أن يطمئن ويأمن بعد خوف، أنه قد أصبح له درع وسيف. وعليه أن يعرف الآن أن هذه المنطقة قادرة على أن تمنح وأن تمنع. ولقد كنا نطمئن بعطف العالم، ونحن الآن نعتز باحترامه. وأقول لكم بصدق وأمانة أنني أفضل احترام العالم ولو بغير عطف على عطف العالم إذا كان بغير احترام. إن الأمة العربية لن تنسى أصدقاء هذه الساعات الذين يقفون معها، ولن تنسى أعداء هذه الساعات الذين يقفون مع عدوها. ربنا كن لنا عونا وهدى. ربنا وبارك لنا في شعبنا وفي أمتنا. ربنا إنك وعدت ووعدك الحق، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والسلام عليكم. لقد أعطت نفسها بالكامل لواجبها، استوعبت العصر كله
تدريبا وسلاحا، بل وعلما واقتدارا. وحين أصدرت لها الأمر أن ترد على استفزاز العدو وأن تكبح جماح غروره، فإنها أثبتت نفسها. إن هذه القوات أخذت في يدها بعد صدور الأمر لها زمام المبادئة، وحققت مفاجأة العدو وأفقدته توازنه بحركتها السريعة. ولست أتجاوز إذا قلت إن التاريخ العسكري سوف يتوقف طويلا بالفحص والدرس أمام عملية يوم 6 أكتوبر سنة 73، حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب. حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب واجتياح خط بارليف المنيع وإقامة رؤوس جسور لها على الضفة الشرقية من القناة، بعد أن أفقدت العدو توازنه كما قلت في 6 ساعات. ولم يكن يخامرني شك في أن هذه القوات المسلحة كانت من ضحايا نكسة 67 ولم تكن أبدا من أسبابها. عاهدت الله وعاهدتكم على أن نثبت للعالم أن نكسة سنة 1967 كانت استثناء في تاريخنا وليست قاعدة. وقد كنت في هذا أصدر عن إيمان بالتاريخ يستوعب 7000 سنة من الحضارة، ويستشرف آفاقا. أعلم علم اليقين نضال شعبنا وأمتنا لبلوغها والوصول إليها وتأكيد قيمها وأحلامها العظمى. عاهدت الله وعاهدتكم على أن لا أتأخر عن لحظة أجدها ملائمة ولا أتقدم عنها، لا أغامر ولا أتلكأ. وكانت الحسابات مضنية والمسؤولية فادحة، لكنني أدركت كما قلت لكم وللأمة مرارا وتكرارا أن ذلك قدري وأنني حملته على يدي. عاهدت الله وعاهدتكم، وحاولت مخلصا أن أفي بالوعد ملتمسا عون الله.